تحول مفاجئ وأمطار غزيرة. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة. هذا الخبر نقلا رسميا عن جريدة وموقع صدى البلد الإخباري. إليكم التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بإعجاب ومشاركة الفيديو وتفعيل الجرس. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة. استشهد البلاد تراجع درجات الحرارة بمعدل من 4 إلى 5 درجات مئوية مع موجة تقلبات جوية. وقالت منار غانم في تصريحاتها التلفزيونية إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من اليوم الثاني بشكل ملحوظ بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والانخفاض سيتراوح من 5 ل 6 درجات مع نشاط حركة الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة. وتابعت أن هناك فرصا لتساقط الأمطار على المناطق الساحلية اليوم الاثنين، ويمكن أن تتقدم إلى المحافظات الداخلية، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية التي ستبدأ من اليوم حتى الأربعاء المقبل. ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود خلال هذه الأيام وخاصة الليل دخول الأمطار إلى الوجه البحري. وكشفت عن سقوط أمطار متوسطة تغزر مساء على مناطق من الساحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الساحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وتنشط على باقي المحافظات. والسلام عليكم ورحمة وبركاته.